النهاردة هعمل معاكم ورق العنب البارد أو اليالانجي، من ألذ وأطعم المقبلات اللي ممكن تدوقوها. بيكون لذيذ أوي في أعياد الميلاد، في المناسبات عامة، ممكن تحطي منه في اللانش بوكس. هحتاج رز مصري مغسول ومتصفي كويس جدا، وهضيف عليه مجموعة من الخضار متقطعين صغير، وهم البقدونس والبصل والطماطم. ضفت نعناع فريش، وعليهم فلفل اخضر وفلفل احمر. هضيف كمان معجون طماطم ومجموعة من التوابل. هكتب لكم التوابل وهكتب لكم كل المكونات تحت الفيديو. السر بقى اللي بيخليه زي المطاعم بالظبط هو نص معلقة صغيرة من القهوة التركي. ضفت كمان دبس رمان، وهضيف زيت زيتون. بقلبهم كويس مع بعض لحد ما الخلطة بتاعتي كلها تمتزج سوا ويكون لونها زي كده. اسهل طريقة يتلف بيها هي اللي انا بعملها دي على طبق ونلفها زي كده، بس اهم حاجة ان احنا نحط خلطة كتير شوية في الورقة، لانه بيختلف شوية عن المحشي الورق العنب العادي. بعد لما خلصتهم كلهم بجهز الحلة بتاعتي، بحط عيدان من البقدونس، ممكن تحط اي حاجة تحت زي ما تحبي، وبحط فوقها بطاطس. البطاطس دي برضو بتبقى طعمها تحفة. بعدين برصهم كويس كلهم، وهجهز دلوقتي التشريبة اللي هي عبارة عن مية وعليها عصير طماطم. ببقى حاطة معايا ربع فلفلة حمرا صغيرة، وعليهم زيت زيتون، وضفت عصير ليمون اللي هو الجاهز. لو هتستخدمي الفريش بنضيفه قبل ما نقفل على السوا بنص ساعة. من اساسيات اليالانجي اننا نضيف دبس رمان، وهو اللي بيديله المزازة اللي بتبقى حلوة فيه دي. بعد كده بشرب المحشي، وبعدين بغطيه بالعيدان بتاعة البقدونس. لو متوفر عندك ورق عنب لسه ممكن تحطيه بدل عيدان البقدونس. وبحط تقال واسيبه يستوى براحته. بعد ما عدى ساعتين من السوا بطفي عليه، وبسيبه 3 ساعات بعدها يبرد. قبل ما افتح عليه مش بشيل الورق خالص اللي فوق عشان ما ينشفش ولا لونه يتغير. بعد لما يبرد بقى يتقدم مع دبس رمان وعصير ليمون، ولو فاضل من الصوص بتاع السوا بنحط عليه هو كمان، او ممكن تضيفي زيت زيتون. اللي بيفضل بقى بغطيه كويس بزيت الزيتون، وبيقعد في التلاجة لحد 4 ايام او 5 كمان. وده شكله بعد 3 يوم كمان. يا رب تكون الطريقة عجبتكم.